فوناتكس، فعشان كده هتمنظر عليك بالكلمتين الفرنساوي وههتك عشان لو جيت تتكلم خلي بالك عليك ديون في مصر هرحلك يا فتحي. الشاب الغلبان اللي هو انا زي اي شاب غلبان باخد في جنابي وبسمع وعارف ان يتنصب عليا، ورحت مكان اشتغلت فيه شهرين وبنام جنب الحمام والله العظيم ويتنصب عليا اتمرمنت جامد جدا، ولكن اتحملت عشان كان عليا ديون. وبعدين اللي متجوز غير الشاب الاعزب ممكن يعيش على قد حاله حتى لو هياكل عيش وجبنه، لكن اللي في مصر ما لهمش ذنب، فكل راع مسؤول عن رعيته. ولكن صاحب الشغل يحط الكلام ده في دماغه؟ لا والله. عاوز اقول لك ان انا مش بعمم، ولكن بحكي لك قصتي علشان اقول لك في النهايه هتستفاد منها ايه. خدت قرار لازم ابعد عن المجال ده خالص واشتغل في حاجه بحبها والاقي نفسي، ولكن يا فتحي اتمرمطت مرمطه، نمت في الشارع وسافرت خارج باريس ولفيت كتير جدا لحد ما جيت المدينه اللي انا فيها دلوقتي، وما لقيتش فيها شغل خالص، وفيها كنترولات وشرطه حدوديه ومدينه مشدده جدا فوق ما تتخيل، فكانت المرمطه مرمطتين.